السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو هذا هبطه باش نفسر للعباد الوضعية متاع فريق جنوب الصحراء، وباش نفسر العباد اللي الدولة التونسية مسيطرة على الوضع ونجحت بنسبة 60% أو 70% في معناتها ربح الحرب متاع فريق جنوب الصحراء، لأنها حرب. تابعوني، عايش اخوتي، عايش المتابعين نتاعي، باش تفهموا واحده واحده الموضوع هذا لانه مهم ياسر. به اولا تذكروا عام ناول وقت الرئيس قيس سعيد خرج وعمل التصريح نتاع توطين فريق جنوب الصحراء، وكل البوليميكا اللي صارت والحرب اللي شنتها الدول والجهات الاجنبيه والداخليه والخارجيه على الرئيس، وتم فضها تدريجيا في الوقت هذاك. ومن بعد تم الاتفاق، تتذكروا الاتفاقية اللي عملها مع الاتحاد الأوروبي ومع إيطاليا في موضوع المهاجرين، وهذه كانت لعبة من عند الرئيس قيس سعيد، لأنه وقت ذاك بعد التصريح هذاك هو في باله بكل شيء، لكن أجل الموضوع الوقت ذاك، وبقت المخابرات التونسية بقيادة الجيش التونسي تبع في الموضوع باش تعرف الحيثيات، بمعنى انه شكون اللي يجيب في المهاجرين هذوما من بلادهم وشكون يمول فيهم من الداخل ومن الخارج. ونجحت الدولة التونسية في معرفة ذلك. ثم من بعد ايش عمل الرئيس وقت اللي جت الاتفاقية ذيك في الصيف اللي فات، وعلى اساس ثم مشاريع على اساس كذا كذا وعلى اساس كذا كذا، من بعد وقتها ما معطونا 60 مليون يورو اللي رجعها قيس سعيد ورفضها، قلنا ما نقبلش الصدقات وقتها لأنه الموضوع هذا يتطلب أكثر من ذلك، وخرجت تونس من تلك الاتفاقية، بمعنى انه هو تسبب في المشكل هذاك باش يعطي لروحه شرعيه باش يخرج من الاتفاقيه هذه المهينه. لانه وقت اللي جاء السيد وزير الداخليه آل فقيه القى اللي كانوا يحكموا في تونس، نحكي على الداخليه، هم اللي ورطوا تونس في الموضوع هذا، وكانت السلطه اللي تحكم فينا في العشريه السوداء ماشيه بتوطين هؤلاء. لكن الرئيس والمخابرات التونسية وقوات الأمن فايقين بالشيء هذاك، لكن هذا موضوع دبلوماسي كبير ما ينجمش يدخل فيه بحرب أو بهم أو بمشاكل أخرى لتونس. اتذكى وعرف كيفاش يتصرف وقام بابتزازهم باش يخرج من الاتفاقية. تو الإجراءات وشي بعد ما فهم الدنيا الرئيس وش عمل بالضبط؟ قام بطرد الإمارات ممثلة في سماء دبي في تونس ومدينة أبو خاطر، لأن الإمارات هي اللي تجيب في أفريق جنوب الصحراء عن طريق عصابات من دولهم، ثم يتم تسليمهم إلى مجموعات أخرى على الحدود الليبية والجزائرية، ثم تم المجموعات هؤلاء بوضعهم على الحدود التونسية بطبيعة الحال بالفلوس، ثم يدخلوا لتونس إلى المدن التونسية اللي هي تعرفوها، صفاقس، كيما صفاقس، سوسة، مستير، تونس، ثم يقع التمويل نتاعهم من صندوق القطري للتنمية عن طريق الجمعيات الخيرية الموجودة في تونس، الجمعيات الأجنبية والجمعيات التونسية التي يتم تمويلها من الخارج. حين ذاك قام الرئيس قيس سعيد بعدم معناتها معناتها قام إبدال محافظ البنك المركزي، وجاب واحد جديد في بلاصة مروان العباسي، لأنه امتداد لهذا المشروع، لأنه فقط الوقت اللي تدخل فيه الفلوس من الخارج، أموال وصلت حتى 5000 مليار تونسية، حد ما تكلم. وقت اللي جاء محافظ البنك المركزي جديد ولجنة التحاليل المالية عرفوا الجمعيات الكل اللي جام تمويلات من برا، وقام بإغلاق هذا المنفذ معناتها باش ما عادش تجي الفلوس من برا، ثم توا يتم إعداد لقانون معناتها لإزاحة هذه الجمعيات التي معناتها هي تمول فيها. ونعطيكم دليل، انهارات بركة جمعية خارجة، رئيس جمعية اسمها شريفة الرياحي، خارجة تحكي في شمس أفام، لكن ما هيش تحكي بالعربي، تحكي بالفرنسي بلغة الأفارقة، وتحكي على أساس راهو في تونس نجموا نعطوكم فلوس، نجموا نعمل لكم فورماسيون، نجموا نمولوكم باش تعملوا مشاريع. هذه سير رياحي، هذه على أساس هي جمعية خيرية أجنبية باش تمول أفارقة جنوب الصحراء في تونس. وهاو جايكم الحديث اللي هي الجمعية هذه تم معناتها فسخها ومعناتها، وأيضا
قطع التمويلات عليه بلغة أخرى، لأنه تو تسكر البيبان الكل على أفارقة جنوب الصحراء، يحبوا يزيدوا يجيبوا مجموعات أخرى بأي طريق، لأنه هذا مشروع غربي. والإمارات وقطر هم اللي يمولوا في أفارقة جنوب الصحراء في تونس. لذلك تم عن طريق مجلس النواب إسقاط مشروع صندوق القطري للتنمية نهائيا، والإمارات تم طرد مدينة أبو خاطر وسماء دبي من تونس وسحب سفير تونس من الإمارات. إذا الآن التمويلات انقطعت، ما عادش عندهم حتى تمويل. وأيضا تونس ماذا تقوم هذه الأيام؟ تقوم بقطع قطع الطريق في البحر، باش ما عادش حتى افريقي من جنوب الصحراء يوصل الى ايطاليا، لانه هكاك وقت اللي يسمعوا افارقه جنوب الصحراء اللي هم ما عادش ينجموا يتعدوا لاوروب يبطلوا ما عادش يجوا. عكس العباد اللي قاعده تقول فيه تو في الاعلام اللي ولانا حارس نحن للأوروبيين. مش صحيح. تونس في مصلحتها تحبس الحرقه على افارقه جنوب الصحراء باش ما عادش يعاودوا يجونا. وايضا في الوقت الحالي اللي تشدوا في الحدود وهم داخلين يقع ترحيلهم الى الصحراء، لأنه مخيم الشوشة كلكم تتذكروه، مخيم الشوشة اللي تم تفعيله من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الصحراء التونسية على الحدود مع ليبيا بالضبط قرب معبر راس جدير، تم فتحه من جديد. وتو قاعدين يقوموا كل مرة يهزوا كونفة من أفارقة جنوب الصحراء ويحطوهم في المخيمات هذه بشوي كل مره يلقطوا كعبات ويهزوهم غاديك، لانه الدوله تنجم، هي تنجم خلال اسبوع تنجم تلمهم الكل وتحطهم غاديك، لانه الموضوع حساس والدوله ما تحبش تعمل مشاكل وراها. في الوقت هذا قاعده تلم فيهم بشوي. اذا مش عملت الدوله؟ مش عمل الرئيس قيس سعيد بالضبط؟ قام بقطع التمويلات. منين يقوموا بتمويلهم باش يصرفوا ويعيشوا ويجوا من جنوب الصحراء. وايضا ثم اجراء اخر باش تعملوا الدوله في القمه الثلاثيه ما بين الجزائر والمغرب الجزائر وتونس وليبيا، باش يتم الرئيس المنفي هذا عنده قبائل مواليه له في ليبيا تعيش جنوب الصحراء، سيتم تفعيلها لقطع الطريق امام افارقه جنوب الصحراء من الجنوب الليبي. وأيضا قبائل التوارق قام الجيش الجزائري بتمويلها لقطع الطريق على هؤلاء أفارقة جنوب الصحراء، بالتالي سوف يصعب عليهم الدخول والولوج إلى المنطقة الإقليمية ككل. إذا أفارقة جنوب الصحراء سيتم مش يلمهم الكل في مخيم الشوش، الكل توا بعد أشهر بعد عام تدريجيا مش يلموهم الكل في مخيم الشوش. علاش في مخيم الشوش؟ معليش، لأنه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا هو المخيم نتاعها، ولأنه أمريكا عندما قطعت السبل على أفارقة جنوب الصحراء جت ودخلت ليبيا وتحب تسيطر على معبر راس جديد باش تفرض نفسها كشريك سياسي في المنطقة هذه. وبالتالي قامت الدولة التونسية بتفعيل مخيم الشوشة، لأنه في القانون الدولي عندما تكون هناك لاجئين في منطقة معينة ممنوع على أي دولة حمل السلاح وإطلاق ولو رصاصة واحدة. فنشوفوا ترى أمريكا وش باش تعمل توا. عبارة توا الرئيس قيس سعيد استعمل أفارقة جنوب الصحراء كورق ضغط لهم وليس علينا، خلينا نشوفوا تراه مفوضي السامية لشؤون اللاجئين يا ننظر في مخيم الشوشة تصرف عليهم توكلهم تشربهم وإلا ترحلهم وإلا تخلاهم. تو الموضوع عندهم هم وليس عند تونس، لأنه تونس غير قادرة باش تصرف عليهم، يا رب باش تصرف على شعبها. والناس الكل تعرف وضعية تونس، والناس الكل تعرف الاقتصاد التونسي، وهم هذه بلغة أخرى راهي حرب. ونقصوا بالله ما عادش تسمعوا كل بلطوات، لاني نسمع في حوايج غريبه ياسر، نسمع في حوايج لا انزل الله بها من سلطان. صدقوا دولتكم. وديجا وزير الداخليه التونسي خرج وعمل خطاب في مجلس النواب وكلكم تعرفوه، ساندوا بلادكم، ساندوا حكامكم، انشروا الفيديو هذا، عملوا له ريبيبلي اكسبلور باش الناس تفهم الوضعيه. والسلام عليكم.